سمكة محيرة جدا، شبه سمكة الموزة قوي بالذات من عند منطقة الوش، لكن الجسم شكله ولونه قريب جدا من المرجان غزيرة لكنه أقل منها في العرض. يا ترى تعرف إيه عن سمكة الموزة لوبوس؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن سمكة الموزة لوبوس، واسمها بالإنجليزي أكزيلاري سي بريم، ومعناها الحرفي الدنيس القبطي. هنا وصلنا بقى لقمة الكعبلة، يعني هي سمكة شبه الموزة وشبه الغزيلة واسمها الدنيس القبطي، وهي مين في دول؟ انسى بقى كل الكلام ده وتعالى نبدأ من الأول. العيلة الإسبورية اللي هي الأكثر شهرة في البحر المتوسط، في منها 32 نوع في البحر المتوسط، من ضمنهم سمكة الموزة وسمكة المرجان غزيلة وسمكة الموزة لوبوس. إيه ده؟ يعني سمكة الموزة لوبوس مش هيجيب من سمكة الموزة وسمكة الغزيلة؟ لا، والدليل على كده ان هي متسجلة كنوع مستقل من سنة 1827، وليها ذكورها واناثها ودورة حياتها الخاصة بيها، وملهاش علاقة نهائي بالموزة ولا بالغزيلة. وحتى شوف شكلها كده لما تكبر وقول لي كده هي شبه الموزة ولا شبه الغزيلة. وعلى فكرة احنا كنا عملنا محتوى خاص بسمكة الموزة ومحتوى خاص بسمكة الغزيلة، لو حابب ترجع تبص عليهم. طب ايه بقى موضوع ان اسمها الدنيس القبطي ده؟ ده ترجمة حرفية غير دقيقة لاسمها بالانجليزي اللي هو الاكزيلاري سي بريم. المعنى الادق هو البريم القبطي. كلمة بريم تشير ان السمكة دي من العيلة الاسبورية اللي هي عيلة الدنيس، وكلمة قبطي بتشير الى العلامة المميزة جدا اللي موجودة في السمكة دي. طب ايه هي العلامة المميزة جدا اللي موجودة في السمكة دي؟ هي البقعة الحمراء اللي موجودة تحت الزعنفة الصدرية بتاعتها، اكنه يعني هو ده ايه الباط بتاعها. سمكه الموزة لوبوس موجوده في البحر المتوسط وشرق المحيط الاطلنطي لحد السنغال تحت، وبتحب جميع انواع القاعان سواء رمليه او صخريه، لكنها تفضل اكتر القاعان الرمليه، وتفضل اكتر واكتر بقى القاعان الرمليه اللي فيها زرع كتير. بتعيش على اعماق من 40 متر وحتى 100 متر، واقصى عمق مسجل ليها هو 500 متر، وكل ما الافراد منها تكبر اكتر كل ما تحب تعيش في اعماق اكبر. وطبعا الشائع في العيله الاسبوريه دي ان كلهم بيتولدوا في الاول اناث، وبعد كده في وقت معين بيتحول اعداد منهم الى ذكور. لكن سمكه الموزة لوبوس دي بقى العكس، بتبدا حياتها كلهم كذكور، وبتوصل للبلوغ عند طول 15 سم تقريبا. بتبدا اعداد منها في التحول الى اناث، والتحول ده بيكون شغال من اول ما توصل سن سنتين لحد سن 7 سنين، واقصى عمر مسجل ليها هو 10 سنين. سمكه الموزة لوبوس من الانواع المهاجره، بتهاجر دايما هجرات دوريه بين ارض الغذاء وارض التكاثر، وبتكون الهجره في حدود 100 كيلومتر، يعني مش بتبعد كتير. غير ان المتمرسين في البحر بيكونوا عارفين هجرتها بالظبط، يعني عارفين هي رايحه فين وجايه منين، امتى وهترجع امتى وهتروح امتى، زي بالظبط الكاليماري هنا كده في اسكندريه. بالنسبه للصيادين بتطلع مع الصيادين في الغرق اثناء استهداف اصناف اعلى منها، لكن هي برضه تعتبر صيد كويس. بالنسبه للاكل تعتبر حلوه جدا في الاكل، زيها زي سمكه الموزه او اقل منها بحاجه بسيطه، تتعمل مقليه او شوي رده حلوه برضه. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.